أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية ما ننساش اللايك والشير وكومنت كويس، سبسكرايب للقناة ومفعل زر الجرس عشان تساعدونا نوصل لأكبر عدد من المتابعين. أخبارنا النهاردة جريئة، وأخبارنا النهاردة يعني مش هتلاقيها عند أي حد تاني. النهارده هنتكلم عن زيزو. زيزو يا جماعة خلاص مصمم باصم همشي. زيزو مفيش اي اغراءات. ايه بقى؟ ما مفيش اغراءات. يعني زيزو قال لك انا همشي والعرض السعودي وصل حوالي 7-8 مليون دولار. الشباب السعودي عارض على الزمالك 7-8 مليون دولار، وزيزو بقى عملوا له كده بايه، خبلانه في دماغه. اروح اخد ال7-8 مليون دولار دول واروح الشباب السعودي وارستق نفسي واظبط اموري. يعني ال7-8 مليون دولار عملوا لزيزو خبلانه في دماغه، وبصراحه حق زيزو. يعني زيزو لعيب كبير جدا، ومدرب الشباب السعودي متمسك بيه جدا ومصمم ياخد زيزو. يعني مدرب الشباب بيقول لهم يا ده يا اما بلاش، انا محتاج زيزو دواء. يعني زيزو دواء، وفعلا زيزو يستاهل. الخبر الثاني، فتوح ومحمد صبحي بعد تعيين اللجنه الثلاثيه اللي هي مكونه من اللواء حسن موسى والاستاذ احمد فؤاد وايمن ابو سريع. اللجنه الثلاثيه دي يا جماعه هتختار لجنه ثانيه. اللجنه الثلاثيه دي هتختار لجنه ثانيه، واللجنه الثانيه مفاجأة على رأس اللجنة. مفاجأة. تخيلوا مين بقى؟ لاعب كرة قدم سابق ومشهور ومؤدب ومحترم جدا جدا جدا، ومشهور بالأخلاق المحترمة، وكل جماهير نادي الزمالك وقبلها جماهير نادي الأهلي بتحترمه. جماهير نادي الزمالك بتحترمه وبتجله، ونفس الكلام جماهير نادي الأهلي. تخيلوا مين؟ من داخل المطبخ. يعني اللجنة الثلاثية اللي قلت عليها دي هتعين لجنة تانية جوه تدير نادي الزمالك إلى أن تتم انتخابات لنادي الزمالك بعد 45 يوم من دلوقتي. 45 يوم احسبهم كده هيتم إجراء انتخابات في نادي الزمالك. مين بقى النجم ده بقى؟ مين النجم العسل ده بقى؟ تخيلوا مين؟ حازم إمام. الكابتن حازم إمام ابن المرحوم الكابتن حمادة إمام. حازم إمام الكبير مش الصغير. ده حازم هيتم تعيينه على رأس اللجنة اللي هتقود نادي الزمالك لحد الانتخابات اللي جاية بعد 45 يوم. خبر مفرح جدا جدا لكل الزملكاوية والأهلاوية. تخيل بقى التوأمة اللي هتبقى بين الأهلي والزمالك. توأمة هتبقى بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، لأن حازم إمام من الناس المحترمة، وكابتن محمود الخطيب حدث ولا حرج من الناس المحترمة، فممكن يحصل توأمة. إيه الجمال والروعة دي؟ يعني تخيل بعد رحيل الوجوه اللي كانت موجودة في نادي الزمالك ممكن يحصل توأمة بين أهلي وزمالك. أتمنى وأتمنى يكون الخبر صح، لأن الخبر بنسبة 80-90% صح. فده اللي هيحصل في خلال الساعات القادمة. الخبر اللي بعد كده يا جماعة، مهاجم الأهلي الجديد سوزا. هو سوزا. اترقصنا كتير، رحنا عند موليكا ورحنا عند لاندري ورحنا هنا وهو سوزا. خلاص القندوسي راح سيراميكا كليوباترا لمدة موسم إعارة بكام بقى؟ 400,000 دولار. إيه ده؟ الرقم الجبار ده حوالي 12-13-14 مليون جنيه مصري. مبلغ رهيب. حتى في مصدر طلع في سيراميكا كليوباترا بينتقد الموضوع ده، بيقول لك ازاي تجيبوا واحد لمدة سنة ب 400,000 دولار. هو القندوسي يا جماعة لاعب دولي ولاعب منتخب بلده، فالقندوسي برده مش شوية، وهيفيد هيدي في سيراميكا، وسيراميكا يعني هيضيف لسيراميكا، هيضيف له كتير. فالقندوسي حل المشكلة، وسوزا خلاص رتوش أخيرة لسوزا. هو كان مليون دولار هو اللي واقف في الصفقة فوق تحت، بس خلاص سوزا. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، ارحموا عزيز قوم ذل. يعني الناس طالعة تقطع في مرتضى منصور بطريقة بشعة. هو بصراحة يعني أنا لا مع ولا ضد، بس أنا ضد أي إهانة لأي شخص. غلط هيتحاسب، يتحبس، يروح مطرح ما يروح بالقانون، ملناش دعوة. لكن ليه تشيل نفسك ذنوب وليه تشيل نفسك معاصي؟ ما تشتمش. يعني الناس بتبدأ فيديوهاتها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق سيدنا محمد، أيوة احبس المعزوم. يا جماعة هو خلاص هيتحبس بعد شكوى موظفة الجهاز المركزي. انتهى الدرس خلاص. 6 شهور. كمان النهاردة الكابتن محمود الخطيب كلف المحامي بتاعه الأستاذ محمد عثمان بيقدم طلب للنائب العام يحبس مرتضى منصور السنة اللي كان واخدها مع إيقاف التنفيذ، لأنه تقريبا طالما خد عقوبة أكبر من شهر ينفذ. هو دي 6 شهور بتاع لمياء، هينفذ السنة. فهل مرتضى منصور في 3 أشهر كمان هياخد ال3 شهور وعليهم 6 وعليهم سنة، هيقعد 2 سنين؟ قلنا إنه كده خارج المشهد الرياضي في نادي الزمالك. يعني مرتضى منصور كده بره المشهد الرياضي، مش هيشتغل خلاص.
الانتخابات بعد 45 يوم مرتضى منصور اصلا يقال انه هرب، يقال الله اعلم والعهده على الراوي. كل الدنيا بتقول ان هو هربان ومستخبي والعهده على الراوي. فهل مرتضى منصور ينفذ 2 حبس بتوع كابتن محمود الخطيب وبتوع الاستاذه لمياء وال3 شهور قبل كده؟ هو الدنيا مش مظبوطه. وهل حازم امام الاسطوره، لاعب اللي مفيش خلاف عليه، يمسك نادي الزمالك؟ اتمنى. دي كانت اخبارنا النهارده، ما طولناش عليكم. نتمنى في اخر الفيديو اللايك وكومنت والشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نتمنى انك تدعمنا وتفعل فعلا زر الجرس وما تعديش علينا كده وتضغط لايك وتدعمنا. السلام عليكم.